انتهاء لقاء مصر والكونغو، ومصر تطلع من دور ال 16 بضربات الجزاء زي ما كلنا شفنا. اول مره احس ان المنتخب لو كسب ممكن ابقى فرحان، ولو خسر مش هبقى زعلان. ده الحالة اللي عليها كل جماهير الكرة في مصر. منتخب مصر ما بقاش ليه هوية، ما بقاش ليه شكل، ما بقاش ليه طعم. طبعا الناس اللي بتفهم كورة فاهمين كلامي كويس. طيب ايه الاسباب؟ اسباب كتيرة جدا جدا. الاسباب هي اللي حاصلة في مصر دلوقتي. منتخب مصر من ساعة بطولة 2010 ملوش اي وجود. بمعنى اصح، في حد جه في 2010 خلى مصر كلها بلا شكل وبلا روح وبلا هوية، وللأسف كلنا ضعنا زي ما بيقولوا. فبالتالي مش بعيدة ومش كبيرة ان منتخب مصر برضو يطولوا اللي طال المصريين كلهم واصبح بلا شكل وبلا هوية. منتخب مصر تخلل العشر سنين الاخرانيين في مصر. في اخر 3 بطولات ما قدرناش اللي احنا نحقق الكاس. مرتين نطلع من النهائي، والمره دي ولا حصلنا النهائي ولا حصلنا حتى دور ال 16. طلعنا من دور ال 16 ما كملناش. كويس اللي احنا قدرنا اللي احنا حتى نتخطى دور المجموعات اللي خدناه بالحظ. 3 تعادلات، اول مره تحصل في منتخب مصر ان هو ما يعرفش يكسب ولا اي ماتش، واحنا بنلاعب معلش فرق من الدرجه مش التوب، يعني مش هي السنغال، مش المغرب، مش كوت ديفوار. الناس دي لو كنا احنا لعبناها في الادوار اللي بعد كده كنا هنزعل، وكلنا كنا هنتاثر بنتيجه كبيره جدا هتحصل لمنتخبنا لو اتغلبنا بنتيجه مثلا 4 او اكتر من كده كمان. خد وما تسالنيش ايه السبب. السبب كلنا عارفينه، مفيش اداري ناجح في مصر. حتى حازم امام اللي مسافر مع البعثه عشان يذلل اي عواقب تحصل للمنتخب كان هو سبب في مشاكل للمنتخب. ده هو اللي سرب لابو جبل قبل الماتش بيوم ان هو انتقل للنادي الاهلي. انت كده بتشتت اللاعب، وفعلا لقيناه مشتت، ولا كوره قدر ان هو حتى يكون قريب منها يصدها في ضربات الجزاء. والطمه الكبرى ان هو لعب الكوره الخامسه وضيعها، والحارس بتاع الكونغو جاب الجون. فبالتالي احنا طلعنا صفر، زي صفر المونديال كده من فترة كبيرة طبعا كلنا عارفين. والنهاردة بنطفح الدم بسبب منتخبنا اللي احنا قاعدين وما عندناش اي ثقة ان هو يكسب ولا يتقدم. مفيش اداء، مفيش شكل، مفيش روح، مفيش اي حاجة تتقال. فيتوريا اللي جابه المفروض يتحاسب، المفروض يا جماعة الناس دي تتحاسب. فيتوريا ايه؟ انت منزل لي مين ومنزل امتى؟ كل تشكيلك غلط، كل تشكيلك غلط. حتى منزل فتوح وهو مش جاهز. انت بتعمل ايه بالظبط؟ بتعمل ايه؟ احنا مش فاهمين. انت السبب ان منتخبنا يبقى بالشكل ده، انت والناس اللي وراك. ولعيبه للاسف ابسط من ان هم يتقال عليهم ما عندهمش روح، او ان هم يلعبوا بتيشيرت منتخب مصر. حتى بمناسبه تيشيرت منتخب مصر، شفنا التيشيرت ورضاءة التيشيرت اللي الناس كتير اتكلمت عليه. من اول 5 دقايق عرق مليان في التيشيرت وكانه يتعصر ميه، ما شفناش في اي منتخب. بالتالي بنستسهل وبنجيب اي حاجه، فبالتالي ما تستناش اي نتائج. طبعا فيتوريا والطمه الكبرى بتاعته يعني في الظلم اللي هو عمله في اختيارات اللعيبه. يعني واحد زي حسين الشحات ده ازاي ما يروحش المنتخب؟ ده هو فارق مع النادي الاهلي، وحتى قبل ما يجي النادي الاهلي كان فارق في الفرقه اللي هو كان فيها. فبالتالي لاعب زي ده ما يروحش ليه؟ كهربا لعب ايه؟ لعب شوط. هو ده دوت لعيبه النادي الاهلي اللي هي بتاخد او بتكسب اي ماتش او اي بطوله. فبالتالي انت بتكافئهم وبتقعد الناس دكه لناس ما ينفعش ان هي تلعب في منتخب مصر اساسا. طبعا لو قلنا اسماء هنقول كتير، والمره اللي فاتت قلنا على اللعيبه اللي اخترناها او اختارها فيتوريا من بيراميدز.
ولعيبه قلنا لا تصلح ان هي ترتدي تيشيرت النادي الاهلي. انا كل ده يا جماعه انا بتكلم بهدوء ومفيش اي حاجه، لكن انا كنت منفعل جدا. بس بيني وما بينكم انا بقالي فتره منتخب مصر رقم 2 بالنسبه لي، لكن النادي الاهلي هو رقم 1. من ساعه ما لقينا ناس زي ايمن عبد العزيز كده بيبقى اداري في منتخب مصر يبقى بالشفا وعليه العوض، واحد زي اسامه نبيه قبل كده يمسك المنتخب يبقى بالشفا وعليه العوض. احنا ما عندناش كوره طالما الناس دي متواجده، طالما العقليه والناس اللي بتكره النادي الاهلي وكيان النادي الاهلي تخليه في ارفع حاجه للمنتخب. ازاي؟ ودينا شفنا طبعا الاختيارات الصعبه اللي اكيد طبعا ايمن عبد العزيز مختار نصها. ما ينفعش. هو ده منتخب مصر؟ هو ده المدير الفني لمنتخب مصر الفاشل الحقود؟ طيب واحد زي رضا عبد العال جه امبارح بعد الماتش وقال لك السبب برضه كالعاده ان النادي الاهلي هو السبب ان منتخب مصر يبقى بالشكل ده. ليه يا جماعه؟ عشان النادي الاهلي بياخد كل البطولات وعايز كل حاجه ليه لوحده. طب يا عم قلدنا، اعمل. ما انت كسبت امبارح يا زمالك بطوله وهي بطوله ضعيفه، بطوله ما تنفعش ان هي تبقى بطوله، وخدت المركز الاول. هل الاهلي بقى جه قال لك لا ونبقى ما تاخدش المركز الاول فانت عاندت فخدت المركز الاول؟ هي مستويات يا كابتن، بس انت للاسف الغل والحقد جواك. فبالاسف العيب مش عليك، العيب اللي بيطلعك في القنوات ديت وتتكلم على النادي الاهلي وعلى الكابتن محمود الخطيب وعلى اداره النادي الاهلي اللي محدش يقدر يحصلها. وعايز اقول لك حاجه، النادي الاهلي اتعاند كتير قوي في الموسمين اللي فاتوا او الثلاث مواسم. لما نادي الزمالك خد الدوري خده بالفعل فاعل زي ما احنا بقولنا. حتى حسين لبيب جه قال لك انا اتفقت مع لجنه المسابقات ان هي تتعب لعيبه النادي الاهلي لان هم بيشتركوا في اكتر من بطوله فهيرجعوا تعبانين، وقد كان وابتدينا ان احنا نخسر ونتعادل، فبالتالي خدوا الدوري. هو ده بقى اللي انت بتتكلم عليه يا رضا عبد العال؟ طول عمرك هجاص وطول عمرك ان شاء الله هتاخد على دماغك، بس اصبر هتلاقي حاجات كتير قوي منتظراك. انت كنت هتعيط من جماهير النادي الاهلي من اسبوعين، تمام؟ وقلت عايزين يقعدوني في البيت واكل عيشي. طب بتعيط ليه؟ طالما انت عارف قوه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ان هي تقدر توقفك عند حدك، يبقى تخليك في حالك وتخليك في فرقتك. احنا مش عارفين انت مدرب ولا انت ايه ولا انت كنت فاشل في كل حاجه، تمام؟ فبالتالي مالكش دعوه بالنادي الاهلي. احنا ما قلناش للاسماعيلي ان هو يبقى بالشكل ده، وبعدين احنا ما بناخدش لعيبه. كان الاول يجي يقول لك ايه نادي الاهلي بيضعف الاسماعيلي وبياخد اللعيبه. طب احنا بقى لنا يا عم 12 سنه ما بناخدش حاجه وما بناخدش لعيبه من الاسماعيلي. ايه اللي حصل؟ هل الاسماعيلي دلوقتي وصل للمركز الثاني؟ ده المفروض كان ينزل اساسا لولا التحكيم الموسم اللي فات واللي قبليه وغيره. انتوا فشله، لكن النادي الاهلي مش فاشل. النادي الاهلي دايما في التوب بس مش لاقي اللي يسند معاه. الزمالك طبعا دخل في صراع كبير قوي السنتين ثلاثه اللي فاتوا، وقناه نادي الزمالك والمستشار مرتضى منصور، وغلطوا في الناس كلها وما كانش فاضيين للرياضه المصريه غير لشغل ام احمد وشغل القيل والقال والشتيمه، لغايه ما رئيس ناديكو اتشال وقعد في بيتهم، لان طبعا هو صليط اللسان زي ما احنا قلنا، والمرتزقه والناس اللي بتخش على قناه نادي الزمالك من اشباه الاعلاميين زي مش هنسمي طبعا، انتوا كلكم عارفين، هم كلهم بلا استثناء ما شاء الله عليهم لا يصلحوا وبوظوا الرياضه المصريه. والكلام ده قلناه من زمان يا جماعه، قلنا الناس دي بتبوظ الرياضه المصريه ومش هناخد اي حاجه في وجود الناس ديت، وده اللي احنا بندفعه دلوقتي. فبالتالي انا بطالب كوني مشجع رياضه من زمان، بقالي 30 سنه بشجع كوره او اكتر، انا بطالب باقاله الاتحاد المصري لكره القدم والناس اللي قاعده منهم طبعا وليد اللي خبى الجواب بتاع ماتش الاهلي والوداد المغربي وحاجات كتير قوي وفساد كبير قوي قوي قوي. مش هطول عليكم اكتر من كده لان انا عارف ان انتوا زعلانين، بس ما تزعلوش، انتوا تزعلوا على النادي الاهلي وبس لو حصل له اي مكروه. وطبعا بعزي شعب النادي الاهلي في طبعا في وفاه نائب رئيس النادي العمري فاروق، ربنا يرحمه. كلنا تأثرنا وكلنا زعلنا، لكن في جنة الخلد ان شاء الله. وبرضه بنبارك لنادي الزمالك الفوز بالبطولة التعبانة والفوز على اهلي جدة بنتيجة 3 بعد طبعا طرد لاعب من الاهلي السعودي.
فاشوفكم على خير الفيديوهات الجايه، مش هطول عليكم عشان انا عارف ان انتوا زعلانين، واشوفكم على خير الفيديوهات الجايه. ما تنسوناش يا جماعه بالمتابعه والاعجاب قناه وليد حلمي الاهلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.